ويسعد مساءكم. لو دي أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي دنا شنودة ودي قناتي، وأحب إن انتي تثبتي وجودك بكومنت حلو قوي زيك وأعرف انتي منين ونتعرف على بعض. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول، وهو أفضل روتين للبشرة العادية. بس قبل ما ندخل في الموضوع هقولك كده على حاجة صغنونة، وبصراحة أنا بحسدك إن بشرتك من نوع البشرة العادية، لأن حقيقي أصحاب البشرة العادية محظوظين، لأن تقريبا كل حاجة بتنفع مع بشرتهم. ده غير إنها مش حساسة قوي، والحلو كمان إن مسامات البشرة العادية بتكون صغيرة قوي وممكن ما تشوفيهاش أساسا. يعني مش بتعاني من الحبوب ومن آثار الحبوب زي حرام أصحاب البشرة الدهنية وأصحاب البشرة المختلطة. يعني أنا بحسدك والله، من الآخر يعني لازم أكون صريحة معاكي، واللي هفضل طول عمري أحسدك عليه وهو إن ملمس بشرتك موحد. يعني مش حتة دهنية وحتة مختلطة ومش عارف لازم تستخدمي نوع كريم معين ومش عارف إيه، لأ، بشرتك كلها الملمس بتاعها موحد. فمن الآخر يعني انتي في نعمة كبيرة. طيب نعمل ايه علشان نحافظ على كل نعم ربنا الحلوة دي؟ تعالي بقى اما اقولك. اول حاجة لازم تهتمي بترطيب بشرتك علشان تحافظي عليها وتفضل على طول حلوة. طيب هتردي وتقوليلي وانا ليه اهتم ببشرتي؟ يعني طب ما هي اصلا حلوة. هقولك لازم تبتدي لترطيب بشرتك من سن 25 سنة ومن 20 كمان لو تقدري، علشان ما يحصلش لبشرتك جفاف فجأة كده وتجاعيد تبقى بدري بدري، وتحسي ان بشرتك الحلوة الجميلة اتغيرت في يوم وليلة وتبقي حزينة ويبقى خلاص فات الاوان. طب وليه؟ كل ده علشان انتي ما غذيتيش بشرتك، ما اهتمتيش بالنعمة اللي ربنا اداهالك. فلازم تهتمي ببشرتك بدري بدري، يعني زي ما بقولك كده من بداية سن 25 او ممكن اصغر شوية، لازم تبتدي تهتمي بيها قوي بترطيب بقى وبالخطوات اللي هقولك عليها. بصي يا ستي، اهتمام البشرة بيكون ب3 خطوات بس. 3 خطوات يعني لجميع أنواع البشرة تقريبا، بس طبعا بتختلف في حاجات كده معينة. يعني كم حاجة، خليكي في بشرتك دلوقتي اللي هي البشرة العادية. بشرتك محتاجة منك غسول كويس لنوع بشرتك، تاني حاجة كريم ترطيب، تالت حاجة تونر. يلا بقى نمسكهم واحدة واحدة. غسول، وأقول تاني غسول، يعني لو مصممة بقى على صابون وكده يبقى أنواع معينة، يعني يبقى دكتور مرشحها ليكي أو حد مخصص قالك إن الحاجة دي مفضلة ليه فأنت ممكن تجربيها. لكن أنا أفضل إن أنت تستخدمي غسول للبشرة بتاعتك اللي هي غسول للبشرة العادية. لكن طبعا اوعي تفكري تستخدمي اي نوع صابون، ده خطر قوي على بشرتك، لازم تبقى انواع معينة. طيب تاني حاجة بقى خطوة الكريم المرطب. لازم يبقى فيه كريم مرطب عندك علشان تحافظي على البشرة الحلوة قوي بتاعتك دي. يعني انا هفضل طول الفيديو احسدك. يلا ما علينا، المهم خطوة التونر، ودي تالت خطوة. انا بقى مش هحدد ليكي منتجات ولا اي حاجة، دي مجرد صور بس مش اكتر، فهسيبك انتي وضميرك في اختيار المنتجات. بكرر تاني يا جماعة، دي مجرد صور مش اكتر، انتي براحتك في انواع المنتجات اللي انتي بتفضلي تستخدميها، وانا بقى يعني هسيبك لضميرك وارتياحك الشخصي للمنتجات. بس حاولي تشوفي غسول يكون موجود فيه فيتامين اي علشان يديلك نضارة اكتر ويحافظ دايما على نضارة بشرتك، ومحدش يجي في يوم من الايام ويقولك ايه ده، مال وشك النهاردة، انتي مش نايمة كويس ولا مرهقة ولا في ايه. فيتامين اي بيحافظ على نضارة البشرة. والله بقى لو الغسول بتاعك ده فيه فيتامين اي زائد جل الصبار، ياه، يعني انتي هتمشي تنوري اصلا في الضلمة ومش هتحتاجي ابدا لميك اب، لان بشرتك هتبقى موحدة اكتر وهتبقى منورة ودايما هتبقي عسل ومش هتحسي ابدا انك كبرتي في السن. واخيرا بعد غسيل وشك بقى بتحطي التونر، ودي خطوة مهمة قوي، وانا كنت عملت فيديو قبل كده عن التونر وازاي تعمليه في البيت وازاي تستخدميه وليه اصلا بتستخدميه. لازم يا جماعة تستخدموا التونر
لأنه بيظبط البي اتش اللي هي حموضة البشرة، يعني لا بيخليها حمضية قوي ولا بيخليها قلوية قوي. وأهم حاجة يكون مكتوب عليه للبشرة العادية أو مناسب لجميع أنواع البشرة، فلازم تختاري التونر بتاعك بعناية. وطبعا مش التونر بس اللي هتختاريه بعناية، الغسول والكريم المرطب، كل حاجة بتستخدميها تكوني متأكدة ان دي منتجات ينفع استخدامها للبشرة العادية، يعني هي منتجات مخصصة للبشرة العادية علشان تحافظي على بشرتك وتفضلي على طول حلوة. وكده خلاص الفيديو بتاعي خلص، يا رب تكوني استفدتي واشوفك على خير يا رب يا رب في فيديو جديد. بس ما تنسيش تعمليلي اللايك والسبسكرايب وكومنت حلو قوي كده زيك علشان المسابقات. وخلاص أشوفكم على خير في فيديو جديد، مع ألف سلامة.